وبعد ما خلص موسانج على اللصوص الموجودين على جبل سويو بيرجع تاني للأكاديمية، وفي طريقه بيقابل ستيوارت، وبالصدفة كان جاي للأكاديمية لإجراء مناقشات تجارية حوالين الغرفة التجارية اللي كان وعده بيها. وساعتها بينصدم لما بيلاحظ دم على حذاء موسانج، فبيسأله بعدها هو ايه الدم ده، هو انت كنت بتذبح ولا ايه؟ فبيقول له موسانج ما تقلقش، كنت بحل شوية مشاكل مع الكلاب ضالة على جبل قريب من هنا وخلاص اتحلت. وبعدها لما بيدخلوا جوه بيعطيله ستيوارد قائمة بالتجار اللي بيتعاملوا مع القصر الغير مقيد، وفي نفس الوقت اللي بيقرأ فيها موسانج القائمة دي بيكون ستيوارد مرعوب وكأن في حاجة خطيرة جدا في القائمة دي ومش عايز موسانج يعرفها. وفي اللحظة اللي بيخلص موسانج فيها قراية وبينطق فيها بيترعب منه ستيوارد حرفيا، وساعتها بيلاحظوا موسانج ودلوقتي عرف سبب تعابير وشه السابقة، وده لأن اللي في القائمة دي معظمهم معروفين بالسوء الائتمان وما عندهمش بربع جنيه ذرة ائتمان، وكمان إدارتهم سيئة جدا، بمعنى إنه مالهمش أي نية جيدة إنهم يقدموا أي صفقات تجارية جيدة لموسانج. وساعتها بيزعل ستيوارد لأنه كان عايز يقدم لموسانج بعض الصفقات المميزة، لكن دلوقتي مش عارف يتجاوز مستوى الأشخاص دول. لكن موسانج بيهديه وبيشاور له على شخص ربما يكون شخص نبيل وسطهم، والشخص ده صاحب المجموعة الشهيرة التجارية العظيمة. فبيقول له صحيح هي مجموعة جيدة وكمان منتجاتهم حلوة، لكن مش شايف إنه هيكون من الصعب إن الأكاديمية نمر التنين القتالية تتعامل معاه، ولكن المشكلة الأكبر إن التاجر ده قريب جدا من شانشي، وده بحد ذاته صعب الوصول ليه، لأن لو موسانج عاوز يروح لهناك لازم يعدي على وادي النهر الأصفر، وساعتها هيكون عليه التعامل مع قطاع الطرق الجبليين، ولو عملت نفسك أبو العريف ولفيت من حوالينه ساعتها المسافة هتكون كبيرة جدا، وكمان هيكون مكلف جدا لأنك لازم توظف محاربين أقوياء معاك في الطريق. ساعتها بيقاطعه بيقول له فكك من الهري ده كله وقول لي ازاي اتواصل معاهم، وانا هتعامل انا والاكاديميه مع عمليات النقل بنفسنا. ولما موسانج بيروح يقترح على نائب الوزير بايك بيرفض تماما الفكره دي لانه ما يقدرش يبعت تلاميذه اللي بيعتبرهم اولاده لمكان خطر زي ده. وساعتها بيقول له انا مش هقدر اتحمل دين تاني بعد انقاذك ليا، وعلشان كده انا هاخد الانسه اللي معايا وهغادر بهدوء ومش هعرض حياتكم للخطر مره تانيه. ساعتها موسانج بيقول له اهدى يا حاج، هو انت مفكرني ان انا هروح المشوار ده كله علشانك لوحدك؟ المشوار ده علشان الأكاديمية فتحت عمل تجاري حديث ومجموعة التجار اللي بنتعامل معاهم في شانشي، يعني احنا أساسا هنروح وجيت أقول لك على العرض ده علشان أبقى مرتاح نفسيا وكمان هتكون في أمان معانا. ساعتها العجوز بيوافق لكن بشرط إن لو حصلت حاجة خطيرة هيسيبه ويهرب، ولو موسانج موافقش على الشرط ده مش هيروح معاه. ساعتها بيوافق موسانج وبيقول له بعدها بوعدك إن أنا هعمل كده لو الأمور أصبحت خطيرة، ده لو بقى يعني. المهم بيروح يقول تفاصيل المهمة دي لاخواته، ومع انهم عارفين انهم هيقابلوا في طريقهم عصابة الذئاب الدموية، وكمان الاشخاص دول مش هيكونوا اشخاص عاديين او حتى زي الاشخاص اللي قابلوهم لعند دلوقتي، لانهم سادة قتاليين تدربوا على الفنون القتالية الحقيقية وعمرهم ما بيخافوا من الموت. وفي اللحظة دي موسانج بيشوف اخوه بيتردد وايده بترجف، لكن بالعكس ده مش خوف، وساعتها بيظهروا كمية حماس لان دي اول مرة يطلعوا في مهمة مع اخوهم الكبير. بيقاطعهم موسانج بعدها وهو مستغرب وبيسألهم بعدها هو انتوا مش خايفين؟ فبيسألوه هم هو انت مش جاي معانا ولا ايه؟ فبيقول لهم ايوه انا جاي معاكم. فبيقولوا له طيب هنخاف من ايه طالما انت جاي معانا؟ يبقى قشطه الامور سهله يا جماعه مش محتاجه فقاقه يعني. في اللحظه دي موسانج بيتعصب منهم جدا وبيقول في نفسه كده يا اولاد الذين انا بقى هوريكم النجوم في عز الظهر علشان تتصرفوا كده وكاننا رايحين رحله للاهرامات. وبعد لما بيجهزوا بتبدا رحلتهم مع اخواته الخمسه، وفي اللحظه اللي بيتحركوا فيها بتكون عصابه الذئاب بتطاردهم، ومن بعدها واحد منهم بيبعت اشاره لاتباعه اللي هيقفوا في طريق موسانج وهيعطلوه، لكن للاسف مفيش رد على اشارتهم دي، ومهما حاولوا انهم يبعتوا الاشاره بالصفاره اللي معاهم مفيش اي ردة فعل على اشارتهم دي. وساعتها بيتوتروا وبيؤمر قائدهم واحد منهم انه يروح يشوف ايه اللي بيحصل مع اتباعه، اما هو بقى والباقي هيروحوا يعطلوا طريق موسانج. وبعد شويه بيوصل عند زمايله وساعتها بيستغرب ان هو واقف وما بيعملش اي ردة فعل، ولما بيروح يلمسه بيقع ميت على الارض، وساعتها حرفيا بيتصدم من ان فنان قتالي زي اللي مرمي قدامه ده يتقتل بالطريقه دي. وساعتها بيعرف ان في حاجه غلط وبيجري بعدها علشان يشوف اللي حصل لباقي زمايله، وحرفيا لما بيوصل لهناك بينصدم صدمه عمره لانهم كلهم مرميين على الارض لكن بطريقه ابشع من الشخص اللي شافه من شويه. واول ما بيتحرك باتجاههم علشان يشوف اي دليل يوصله للي عمل فيهم للاسف بيكون في فخ، واول ما بيلمس الحبل بيكون في سهم وراه لكنه بيراوغ بسرعه كبيره، واول ما بينزل على الارض وهو مفكر انه بكده تفادى الفخ في اللحظه دي بتنكسر الارض من تحته وبتخرج منها مصيده بتقطع رجله. ساعتها بيعرف ان الشخص اللي نصب الكمين ده عارف انه هيتفادى الضربه الاولى وعلشان كده نصب له فخ تاني، لكن للاسف مش فخ واحد بس اللي كان منتظره، ولما بيبص فوقه بيلاقي كميه سهام فوقه مستحيل انه يتفاداها، وفي نفس
الوقت ده اتباعه اللي كانوا بيطاردوا موسانج بيلاحظوا وقتها ان جون جبيل اللي كان في الفخ دلوقتي لسه لعند دلوقتي ما انضمش ليهم، ومع ذلك مش هيرجعوا كل الطريق ده تاني وهيكملوا الطريق ورا موسانج. وفي اللحظه اللي بيقربوا من موسانج ساعتها بيلاحظهم وبيعرف ان في 4 اشخاص بيطاردوه. بيقطعوا بعدها اخوه وبيقول له دلوقتي مرت 4 ساعات من بدايه رحلتنا لكننا ما شفناش لعند دلوقتي لص واحد، مش ده معناه انهم استسلموا. فبيقول له بعدها اللصوص دول منتظرين اللحظه اللي هيخفض فيها شخص زيك حذره وهينقضوا عليه، وعلشان كده خد بالك كويس انت واخواتك ومحدش يخفض حذره نهائيا. باللحظه دي موسانج بيستشعر ان في حاجه غلط بتحصل وبيأمرهم كلهم انهم يقفوا، وده لان السيده اللي معاهم تنفسها مش كويس خالص. وفعلا لما بيدخلوا عليها العربه بيلاقوها مرميه على الارض، لكن لما موسانج بيفحصها بيعرف ان جسمها ضعيف ويبدو كده انها كانت تعبانه من السفر لفتره طويله في العربه. ومن بعدها بيأمرهم انهم يتوجهوا لاقرب مدينه موجوده هنا لانهم محتاجين دكتور. في اللحظه دي بايك بيستغرب جدا من ان موسانج عرف اساسا ان الانسه اغمى عليها في العربه من غير حتى ما يشوفها. لا يا حبيبي احنا جامدين قوي، ده البطل يا ابني ولا انت مش عارف. المهم بعدها بيوصلوا للمدينه والدكتور اللي محتاج دكتور ده بيطمنهم وبيقول لهم هي مش محتاجه غير راحه فقط. ومن بعدها موسانج بيجيب دكتور للدكتور اللي عايز دكتور وبيقعده في الاوضه اللي جنبها علشان يتعالج هو كمان. وبيقول لي بايك بعدها ياخد راحه دلوقتي وهو هيتولى المراقبه الليليه هو واخواته. وفي الليل بيقسم اخواته على الحراسه الليليه وبيؤمر يانج وكانج يحرسوا الرئيس الكبير بايك، اما تاير يونج وتايهو هيحرسوا الانسه بسنت، اما بقى موسانج هيكون الحارس الدائم بره النزول لان مفيش حد من اخواته هيكون قادر انه يحرس الموقع ده لان المكان ده هيكون هو المواجهه الاولى مع العدو ده لو هجم يعني. بيطلع موسانج بعدها خارج النزول وهو عارف اساسا ان اللصوص لحقوه لعند هنا، وفعلا بيظهر اللصوص قدامه وهم مرعوبين ومستغربين في نفس الوقت لان بعد ده كله موسانج وقعهم في الفخ وكان قاصد ان هو يجري بدون توقف لعده ساعات علشان يسخر منهم فقط. ساعتها بيسخر منهم تاني وبيقول لهم شويه رجال زيكم كده ما ينفعش يشتكوا من شويه جري، ده انا اخويا الصغير بيجري اكتر منكم. في اللحظه دي بيتعصبوا منه جدا وبدل ما كانوا بيطاردوا الانسه بسنت علشان يقتلوها بيغيروا رايهم وهيطاردوا موسانج وهيقضوا عليه، لكن للاسف ما بيقدرش يقول اي كلمه ولا حتى بيكون عنده وقت ان هو يطلع السيف بتاعه. وموسانج بيكون طير رقبته وهو بيقول لهم السيد الكبير تعبان دلوقتي وبياخد راحه وعلشان كده خلينا ننهي المهزله دي بسرعه، ده اللي اخواته الصغيرين كانوا قلقانين عليه من شويه، ده المفروض يقلقوا على اللصوص منه. المهم في اللحظه اللي بيهاجموا عليه اللصوص كلهم بيقول لهم بعدها عصابه الذئب الدموي ما تخلونيش اضحك عليكم، انتم المفروض يلقبوكم بعصابه الكلب الدموي. وفي لحظه واحده بيكون لزقهم الثلاثه في بعض واختفى من قدامهم، وساعتها بيستغربوا منه بسبب سرعته الكبيره واختفائه من قدامهم، لكن يا ريته بس اختفى من قدامهم، ده رجع لهم تاني وقضى عليهم كلهم. ولما بيطلع الصبح بيكون ده ردة فعل اخواته لما بيشوفوا اللصوص طائفه الذئب الدموي مرميين على الارض قدامه واخوهم مغطي راسهم كتر خيره يعني علشان ما يجيش لهم دور برد من الشمس. بيسالوه بعدها انت عملت كده ازاي واحنا اساسا ما سمعناش اي صوت امبارح؟ فبيقول لهم بعدها دول ما كانوش اقوياء للدرجه دي يعني علشان تسمعوا صوت. واخيرا الانسه بسنت بتصحى من الغيبوبه اللي كانت فيها وبتفضل تتاسف لموسانج، لكن موسانج بيقف وبيقول لها مفيش داعي للاعتذار ويلا بينا بقى علشان نتحرك دلوقتي علشان ما عندناش وقت كافي. اما بقى الحاج الكبير اللي كل شويه بيستغرب تاني وبيساله هو انت فعلا ناوي تروح المنطقه المقرفه الشاسعه؟ وبطبيعه السؤال ده بغض النظر عن الاسم المقرف ده يبدو كده ان المكان ده خطير جدا، لكن موسانج بيقول له ايوه هعديها، جاي معايا بقى ولا هتقعد هنا؟ ساعتها بتستغرب الانسه بسنت هي كمان لان المكان ده عباره عن مكان مليان باللصوص وقطاع الطرق، وبغض النظر عن قوه موسانج فمش هيقدر انه يواجه عشرات اللصوص لوحده. فبيرد عليها وبيقول لها بس انا مش لوحدي، انا معايا اخواتي طبعا. ساعتها اخواته بيجي لهم اضطراب معوي لان اللصوص اللي هيقابلوهم مش مجرد لصوص عاديين، لان دول لصوص حتى القوات الرسميه للامبراطوريه بتخاف منهم. ساعتها موسانج بيقول لهم راحت فين الثقه والحماس اللي كانت على وشكم من شويه؟ يبدو كده ان تدريباتي ما كانتش كافيه انها تخليكم ما تخافوش من شويه قطاع طرق، ان شاء الله المره الجايه بقى هضاعف لكم التدريبات دي 3 اضعاف. وحرفيا بعد ما بيسمعوا مضاعفه التدريب بيغيروا رايهم وبيصعبوا عليا شخصيا، ومش بس كده دول بيترهنوا على مين اللي هيقدر يقضي على قطاع الطرق اكتر واحد. احب انا الحماسه دي بس يا رب تدوم اطول. المهم بيقطعهم بعدها اخوهم تاير يونج وبيقول لاخوه بعدها انا خلصت واستبدلت عجله العربه اللي كانت بايظه، بس هم اخواتي واقفين شبه التماثيل ومليانين عرق كده ليه؟ فيهم بقى واحد لو خدتوا بالكم يعني بيشاور له على اخوهم موسانج بس تقريبا كده البعيد ما بيشوفش. المهم بعدها بنروح لسهول شينش المقرفه الشاسعه اللي كانوا بيتكلموا عليها من شويه، وفي الوقت ده واحد من اللصوص اللي كانوا بيتكلموا عليه قاعد وهيموت من الجوع، وساعتها قاعد بيتكلم
بيتكلم مع نفسه وبيقول هو سمعتنا منتشرة للدرجة دي، ده مفيش اي حد راضي يعبرنا، يبدو كده ان الوقت حان اننا نوقف العمل ده ونرجع لبيتنا، اصل الشغلانة دي ما عادتش جايبة همها. لكن سبحان الله يرزقك من حيث لا تحتسب، والله اعلم ده هيكون رزق ولا هيكون بلاء عليك وعلى اللي جابك. يا ابني اهرب يا ابني، وافتكر اني قلت لك اهرب. المهم بعدها بيفرح جدا انه لقى اشخاص قدامه جايين في الطريق، ومن بعدها بيجري بسرعة على القائد بتاعه وبيقول له في عربية تجارية صغيرة بتتحرك بالقرب من هنا. في اللحظة دي الرئيس بتاعهم عينه بتنور حرفيا من الحماس، لان في زباين وصلوا له بعد الوقت ده كله، وحرفيا كل اتباعه بينفجروا من الحماس وكلهم بيتجهزوا علشان حان الوقت للصيد. وفعلا يا ابني حان الوقت للصيد. لكن في اللحظة دي بيقاطعهم واحد منهم وشكله كده طيب وهو الوحيد اللي بيفهم فيهم، وبيقول لهم بصراحة كده انا مش حابب ان انا اقاطع فرحتكم دي، بس مش ممكن الشخص ده يكون شبح شيطان الغراب الاسود اللي هاجمنا قبل كده. في اللحظة دي الكل بيتجمد مكانه حرفيا، وحتى الحصان بيتجمد هو كمان من كتر الرعب من الشخص ده، وفجأة كده بيولعوا وبينزلوا على الارض يتأسفوا له. انا مش فاهم مين الراجل اللي عمل لهم الرعب ده كله، لكن ان شاء الله هنفهم بعدين مع الاحداث. المهم بيوقفهم رئيسهم وبيحاول يشجعهم مع انه هو اساسا مرعوب، وتقريبا كده عملها على نفسه، ومش تقريبا هو فعلا عملها على نفسه. ومن بعدها بيضرب الشخص اللي اتكلم وبيقول له انت السبب في كل ده علشان اتكلمت يا مغفل. وفعلا ما بيسمعش ليه، وبيركب الحصان بتاعه وبيروح علشان يهجم على القافله. ومن بعدها بيلاحظهم اخوهم الصغير، وتقريبا كده هو الرادار بتاعهم لان هو اللي بيلاحظ اول واحد كل مره. وساعتها بيصرخ على صوته وبيقول لهم في لصوص ورانا، هنعمل ايه دلوقتي؟ فبيقول لهم موسانج بما ان العربه بطيئه فاكيد هم هيقبضوا علينا، وعلشان كده هنقف واستعدوا كلكم للمعركه. وفعلا بيقفوا وبيوصل ليهم اللصوص. وساعتها موسانج ما بيتدخلش لان دي المره الاولى اللي بياخد اخواته في مهمه، وهيجربهم علشان يكتسبوا خبره ويشوف ايه اللي هيقدروا يعملوه في الموقف اللي زي ده. وفعلا موسانج بيسيبهم يواجهوا اللي جاي ناحيتهم لوحدهم، وحرفيا كل اخواته مرعوبين لانها المره الاولى ليهم. لكن تايرو يونج الوحيد اللي بيتقدم لوحده بكل ثقه، ومع انها اول مهمه ليه مع اكاديميه نمر التنين القتاليه، لكنه بيسحب سيفه وبيقضي على خصمه الاول في ضربه واحده بس. بيهجم عليه الشخص التاني بالرمح، لكنه بيتفاداه وبينط فوقه وبيقطعه جسمه بعلامه اكس. ومن بعدها بيجري على باقي اللصوص واخواته واقفين بيتفرجوا عليه ومش مصدقين مدى القوه اللي اصبح عليها تايرو يونج اخوهم، وعلشان كده ما بيسيبوهوش لوحده وبيتقدموا هم كمان. الشجاعه فينا بس ربنا اللي هدينا. وحرفيا بيتقدموا وبيدوروا فيهم الضرب كلهم، وموسانجا قاعد بيتفرج عليهم من بره وبيحسب لكل واحد منهم نقاط. اما الحاج بايك دماغه هتطير من اللي بيشوفه قدامه. في اللحظه دي بيغضب رئيس اللصوص وبيتقدم هو كمان وبيهجم على تايرو يونج، وبضربه واحده منه بيطير تايرو يونج حرفيا من مكانه. ومن بعدها بيقف قدام اخواته الباقيين بقوته الكبيره وبيقول لهم بعدها مين اللي امه داعي عليه دلوقتي وهيجي منكم. في اللحظه اللي بيهجم فيها على اخواته الصغار بنيه القتل وهم مرعوبين، في اللحظه دي بيجي له قلم بيطير نص اسنانه حرفيا من مكانها، وبيطيره هو كمان حرفيا بسيفه وبهدومه وبكل حاجه معاه من على الارض. وساعتها الراجل المستغرب دايما بيستغرب تاني من موسانج واللي عمله في شخص بالقوه والحجم ده بضربه واحده بس. بيقطعهم الحاج اللي طار من شويه وتقريبا كده عنده لاج، لانه تقريبا كده ما كانش شاف اللص بعد ما اخد القلم وطار مسافه 4 كيلو. وبيفضل يصرخ وبيقول لهم ازاي تتجرأوا على التسلل من ورايا وتضربني كده، اقف يد دلوقتي علشان نخلص اللي احنا بدأناه. ساعتها موسانج بيضربه على راسه وبيقول له بطل صراخ كتير صدعتني، هو اساسا كان بيهجم عليك وانت شايفه، بطل حجج فاضيه. ومن بعدها بيقرب من اللص وبيقول له سعيد قوي اني شفتك مره تانية. ساعتها بيستغرب من رئيس اللصوص وبيقول له انا مش شفتك قبل كده. فبيقول له موسانج بعدها شكلك نسيت لان ضربتك قوي يومها. وساعتها لما بيلبس له الطاقيه بيترعب حرفيا منه، وكلام التابع بتاعه طلع صح، ومن بين 7 مليار شخص في العالم كله يطلع له واحد زي عفريت العلبه طحنه قبل كده ويطلع له تاني يطحنه مره تانية. وبنعرف بعدها ان موسانج لما كان راجع للاكاديميه كان شويه الرجال دول اعترضوا طريقه، وعلشان كده عاقبهم عقاب خفيف كده، ولكن يبدو كده ان عقاب المره اللي فاتت كان خفيف جدا. وبعد النظره المرعبه دي من موسانج، رئيس اللصوص وبقه اللي ما عادش فيه غير 4 اسنان بس بيترجاه وبيقول له والله ما عدت هعمل اي حاجه، لكن الوقت قد فات. وعدم التعرف على موسانج فدي غلطه كبيره جدا، وكمان موسانج كان مسافر لمكان بعيد جدا وهو اللي وقفه، وعلشان كده هيضربه ضرب خفيف كده. وبعد ما موسانج رقع وشه من كتر الضرب، هو وزمايله بياخدهم معاه علشان ما حدش من قطاع الطرق التانيين يوقفوه في الطريق. فبيرد عليه بعدها رئيس قطاع الطرق وبيقول له من غير ما تقول يا معلم احنا هنعمل كل اللي نقدر عليه علشان ما حدش يعترض طريقنا. فبيقول له موسانج بعدها ما تقلقش، انت كده كده ميت، لو كنت بتفكر انك تتجرأ بس وتتحرك لاي مكان او حتى سمعت بعد كده انك قطعت طريق مسافرين تانيين فهقتلك وهي انت كمان. وفي نفس الوقت ده الانسه بسانج بتفكر هو ازاي قدر انه يحول قطاع الطرق ده لشويه اتباع
ماشيين معاه. بيلاحظها موسانج وبيقول لها هو انت عايزه تقول حاجه؟ فبتقول له بعدها مفيش، انا كنت بس قلقانه انك تتعرض لاصابه، بس للاسف دلوقتي قلقانه على اللصوص منك. فبيسابقها موسانج وبيقول لها هو ده وقت هزار يا حاجه؟ فبتوقفه تاني لانها عايزه تشكره على اللي عمله معاها. فبتقول له بعدها انا عايزه اظهر لك امتناني على اللي انت عملته معايا ده كله. فبيقول لها انا برافق جدي بايك بس، ولو عايزه تظهري امتنانك فعلا فاشكريه بس بعد ما نخلص. وبعد شويه بيوصلوا لنهايه وادي النهر الاصفر، وساعتها بيقول له جده بايك شكلك كده تعبت من الرحله. فبيرد عليه وبيقول له معاناه ايه يا عم؟ انت اللي دعمتني كل الطريق ده وجيت معايا كل الطريق ده، اما بقى من وراهم فالرئيس المسكين هو اللي حرفيا بيعاني. بيبص له موسانج فجاه كده وبيقول له انت بتعمل ايه هنا؟ احنا وصلنا، تقدر تمشي انت. وساعتها اخوه الصغير بيساله هو انت ليه سمحت للاشخاص دول انهم يرحلوا؟ فبيقول له بعدها انا عارف انهم يستحقوا الموت بسبب جرائم التهديد والسرقه على الناس، لكنهم ما بيظهرش عليهم رائحه الدم زي اللصوص التانيين، ولو خلصت عليهم دلوقتي هيظهر مجموعه تانيه من قطاع الطرق الجبليه هتاخد مكانهم، وربما يكونوا اكتر شر منهم، وعلشان كده من الافضل اننا نتركهم. وبصراحه كده بيذكروني بصديق قديم احمق. في اللحظه دي بيظهر ليه الصديق القديم اللي بيتكلم عنه في السماء اللي اسمه بانتشيو، وبيظهر له في السماء كده كانه ميت. فبيرد عليه وبيقول له بس انا مش ميت يا عم المتخلف. ومن بعدها بيروحوا لعند نزل علشان ياكلوا ويكملوا طريقهم، لكن في النزل ده بيحصل مشكله جديده، شويه بلطجيه والنادل بتاع النزل ده. وساعتها موسانج بيلاحظ ان الاشخاص دول مش اشخاص عاديين، لانهم كلهم رجاله بلطجيه معظمهم فنانين قتاليين من الدرجه الاولى، وممكن يبقى فيهم واحد في المستوى الذروه. ومن بعدها بنرجع للمشكله، وساعتها واحد منهم بيوقع الاكل قدام النادل وبيقول له كله وما تسيبش فيه ولا قطره واحده، ولو عملت كده هسامحك باسم عصابه القتله القرمزيين. وفعلا النادر بينزل علشان ياكل منه، ولانه كمان ما عندوش حل غير كده. وساعتها البلطجي بيدوس فوق راسه وبيلزقه في الارض. بيقف بعدها تاير يونج فجاه كده علشان يوقفه عند حده، لكن في اللحظه دي بتظهر بنت كده لابسه اخضر في اخضر، وبتقول لهم بعدها انا ما كانش عندي نيه ان انا اتدخل، بس انتم تجاوزتوا حدودكم فعلا. وفي اللحظه دي بينتهي جزئنا النهارده. اتمنى يكون الجزء عجبكم، لو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وتشترك في القناه لو انت مش مشترك. قبل ما تطلع ما تنساش تدعي لاهلك وحبايبك في فلسطين، وتصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. واشوفكم في اجزاء تانية جديده، وبس كده، سلام.